بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحقيقة هتكلم على ماتش الأهلي وباتشوكا المكسيكي، وهبصله من زاوية فكرة نشر الجهل والتجهيل عندما وهموا الناس إن بطولة شرفية قسمت العالم نص الكرة الأرضية، والنهاردة المفروض كانت تبقى 3/4 الكرة الأرضية. ففي إشكالية كبيرة جدا. أنا ضد فكرة نشر الجهل والتجهيل، من ضمنها الأهلي بينافس ريال مدريد في البطولات وهو الند ويتفوق، ثم الناس تخيلت الكلام ده حقيقي. فوجئوا في التصنيف كأس العالم الحقيقي اللي هيتلعب في أمريكا اللي هو 32 فريق، في التصنيف جه الأهلي في المستوى الثالث. الناس كانت متخيلة إن الأهلي هيبقى خلف ريال مدريد، فاتفاجئت بحاجة غريبة. الشيء الأهم هو فكرة إن الأهلي في بطولة شرفية، إن يمكن كانت أول اليابان هي اللي كانت بتشرف على البطولة وهي اللي بتصرف عليها وكده. اتلغت 2002 وكان الزمالك داخل ودخلش، فهي بطولة يعني فن كده. فيجي اللي هو احنا بنقول اللي بيرعى فبيبدأ يحط شوية لوائح كده بمزاجه، يعني كل ماتش يبقى ليه كاس، حاجات تضحك. يعني النهارده المفروض نص النهائي بتاع الانتركونتيننتال، عمرنا ما شفنا اللي فيه كل ماتش يتعمل له كاس، وكاس كيوت كده ملهوش اي لازمه وفلوس كتير بتدفع يعني. فيبدا الناس تتوهم ان الكلام ده حقيقي وكده، ثم يبداوا يتفاجئوا بالحقيقه عند التصنيف الحقيقي. قال لك لا، الاهلي مستوى تالت. يا جماعه ازاي تفهمونا ان الاهلي مع ريال مدريد؟ ثم في ناس اتوهمت مش مع موضوع اهلي، اللي كانوا متخيلين انهم بيقول لك بين وصيف العالم. يا جماعه دي بطوله شرفيه، الفريق بطل اوروبا بيجي يلعب ماتشين، يمكن نبادي ريال مدريد جاي يلعب ماتش واحد، في اللي هيجي ياخد الكره الارضيه كلها جاي يلعب ماتش واحد. البطوله الحقيقيه اللي هتتلعب السنه القادمه في امريكا 32 فريق متقسم لمجموعات، اللي هيقدر يعدي من مجموعه على ما يخش الثانيه تبقى من يستحق، يعني اللي هيقدر يوصل للمربع الذهبي او يبقى وصيف العالم. دي اللي يتقال عليه وصيف العالم. بكررها مره اولى وثانيه وثالثه، انا ضد فكره التجهيل. تاني حاجه، في مشكله كبيره ان الاهلي واخد اعلى رقم خساره في بطوله كاس العالم، فالمفروض لو مدركين ما يتفخروش ان هم وصلوا 7 مرات كاس العالم اللي هو الشرفي، ولم يستطيعوا ان هم يوصلوا يبقوا وصيف العالم. يعني ماتشين تبقى وصيف العالم. فالعين، الهلال، الرجاء، مش عارف فريق افريقيا كان اول مره يوصل انيمبا او حاجه زي كده ووصل الوصيف. ففكره عدم مشاركات الاهلي ليس فخر، بالعكس هو ممكن يبقى في المعيبه اللي انت جالك 7 مرات تشارك ما قدرتش ولا مره توصل تبقى وصيف في اللعبه اللي احنا بنقول عليها اللي كانت بايلاك ماتشين وتلاقي نفسك بقيت وصيف العالم. دلوقتي الحقيقي العام القادم اللي هيوصل لوصيف العالم اللي يتقلع له قبعه ويقول لك فعلا وصل، لان عدى من ادوار لحد ما يوصل. مش هيبقى فكره اللي انا بقول عليها نشر تجهيل لكل ماتش هيتعمل له كاس والناس تصدق ثم تتفاجئ بالحقيقه المره ان هناك مستويات وهناك تقييم حقيقي. لكن اللي قبل كده هو نشر للتجهيل وبيتعاملوا مع الناس العقول الساذجه والسطحيه. الحاجه الاهم ان فكره الاهلي بيمثل مصر او ما بيمثل، وحصل بقى جدال، والاعلام اللي هو احنا دايما بنقول عليه اللي بيدفع بيحرك ويوجه ويعمل. يا جماعه فعلا الاهلي او الزمالك هو ممثل لمصر، لكن لا يمثل لمصر. بمعنى
انا بيبقى عندي لعيبه محترفه من دول تانية، وفي اطار المنافسه ما فيش مشكله دايما نقول المنتخب. فاحنا لما حصل جدال منتخب مصر الاولمبي وراح يلعب اولمبياد باريس 2024 وطلب لعيبه من الاهلي واحتياطي، يعني لعيبه مش اساسيين في الاهلي قال لك لا 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 لا، مصلحتي. فقدم مصلحته عن مصلحه منتخب مصر اللي بيمثل مصر. وطلعوا الاعلاميين اللي احنا بنقول عليهم افاقين، اللي ما عندهمش اي معايير من النزاهه ولا يحترموا نفسهم، وقال لك النادي حر ومصلحته ويمشي تبع الاجنده الدوليه ومصلحته. طب اللي بيقدم مصلحته عن مصلحه بلد اللي هو الممثل الحقيقي يبقى ينفع اللي هو يمثل؟ الحاجه بقى الاهم هي فكره عندما تتخلى عن المبادئ. لو افترضنا كان في مبادئ واللوائح وتبقى مطاطه، يعني تخيل امام عاشور واخد مليون ومش عارف ايه ومنع مش عارف ايه، يطلعوا يشيلوا الحاجات دي اصل مصلحه النادي. لا 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 لا، اعتقد المصلحه هي فكره القيم، فكره الالتزام، فكره انت تشيل عقوبات وتقعد ويطلع المبررين ويبرروا ويعملوا، فتبقى مصيبه مصيبه مصيبه. ولذلك للاسف الاهلي جانا يعني نتائج سيئه من سوء قراراته. الحاجه الاهم الحاجه اللي تضحك جريده ماركا الاسبانيه اللي هي الشهيره جدا متخصصه في الرياضه، ما قالت لك فريق ميامي بقياده ميسي هيقابل فريق مجهول من افريقيا. اتصدموا هنا، ازاي احنا بننافس ريال مدريد؟ لابد نبقى مدركين في عالم لا يعرف عن الشرق الاوسط والدوريات اللي هي الفان دي والفانكوش اي حاجه عنها. هناك مستويات قويه مرعبه، وبتصنف 5 مستويات على مستوى العالم. رقم 1 معروف الدوري الانجليزي، انت مش قادر تحدد مين في كل ماتش بطل، ورقم 1 مع اخر الدوري ماتش بيبقى نار، مش عارف مين اللي هيفوز وكده. النهارده الفريق اللي فاز على الاهلي حاجه بتحزن فعلا، بيقول لك في المركز 16 كسب ماتشين من 12 مباراه، بيصارع على الهبوط، ثم يفوز على بطل نص الكره الارضيه. ففي نوع من الاشكاليه كبيره. انا في الاخر مرحب لكل واحد يفوز بحق، لازم نفصل ما بين الحاجات الشرفيه والحاجات الفن والحاجات اللي انا بقول عليها السبوبه. انفانتينو ده بتاع الاتحاد الدولي الفيفا، راجل بتاع سبوبات، يحضر هنا وياخد هنا ويمشي هنا. لكن وقت الجد لما اتعملت كاس عالم حقيقي صنفوا تصنيف حقيقي، قال لك مين في المستوى الاول، مين في المستوى الثاني، مين في المستوى الثالث. واتفاجئتوا ان الاهلي حتى الهلال السعودي بكل تدعيماته ولاعيبه مشهوره ومعاهم نيمار وحاجه كده لم يشفع. فلا بد ان احنا كل ما نكون موضوعيين هيحترمنا الاخرين، كل ما احنا نعلم الناس ونطرح المعلومه الحقيقيه وليس ننشر الجهل والتجهيل، كل ما هتبقى الناس تبقى خارجه ما تتفاجئش، وكل ما نقدر نشخص ونعرف موضعنا فين ثم ننتقل للعالميه بما نستحق. يبقى انت بتبني ناس بعقول ناضجه. اما لما تجهلهم اي حد هيشتغلهم واي حد هيضحك عليهم. فاهم ما في الموضوع ان اللي بيتكلم في اعلام مسؤوليه، ابعد عن التجهيل والنفاق والسبوبات. هارد لك للاهلي لكن درس لعل وعسى يكون عبره لمن لم يعتبر. ولابد نبدا نقول نقطه من اول السطر، لان مشكلتنا ان اللي وصل للنهائي وبقى وصيف عالم، انا متخيل اللي هيعدي من الدور الاولاني كاس العالم الجديد اللي هو 32 فريق هيبقى هو ده اللي هيقول الانجاز. مستحيل حد يقدر يوصل لمربع ذهبي، وهيبقى انجاز عالمي اللي هيقدر يوصل لدور ال8 ولا الدور ال16. فهنا الحقيقه وهنواجه الناس بالحقيقه، ولعل وعسى يكون درس مرة تانية وتالتة ورابعة لكل منافقين وبتوع مرتزقة يطلعوا يقولوا بيانات ومعلومات غلط ويوهموا الناس البسطاء. حتى الناس المتعلمة الساذجة بتصدق وبتعوم على عوم الناس المصلحجية والساذجة والجهلة اللي بتنشر التجهيل. إلى اللقاء في فيديوهات أخرى.